اخواني خواتي، اليوم جبت لكم طريقة تتبيل وشوي فخذ الخروف على طريقتي والتتبيلة المميزة. ادخلوا لتستمتعوا بهذه الطريقة. بسم الله نبدأ. مساء الخير خواني خواتي، جبت لكم اليوم وصفة تتبيلة فخذ الخروف، كيفية تتبيله وطريقة شويه. ربع كوب عفران، تمر، ملعقتين، والبهارات وهذه كلها نخلطها ونخليها على الفخذ. والفخذ اني سويت بيه خطوط فتحات حتى، ومن نخلطها نخليها حتى بالفتحات هذه كلها نتبلها. هالتتبيلة لازم تبقى على الفخذ ليلة كاملة او يوم ونص، كيفكم بعد، بس وخلط. كل ما يتبل الفخذ كل ما احسن. وهاي التتبيلة كلش حلوة، يعني هسه هاي حطيتها بكيس وبعدين غطيتها بالبلاستيك وهسه حطها بالثلاجة لان عندي ضيوف، فقلت اراويكم شلون اسوي. هذا الفخذ بعظم، واشتريت فخذ ثاني نفس الحجم بس مطلعين منه العظم، فشديته هيجي. فأنا راح اسوي في الطريقة هاي طريقتي بطبخ الكتف او الفخذ او اي شيء من الخروف. قليه شوية، يسوي شوك يعني بس حتى يتحمص الفوق. هاي طاوة كبيرة راح اقلي بس شوي تتحمص، الطبقة الفوقانية تتحمص. هذه درت الطبقة الثانية، هاي شوف شلون، بس المهم تمسك هاي الجهة. هاي خليه 350 مئوي 3 ساعات الى 3 ساعات ونص حسب فرنكم انتو. وراح اخلي شديته حتى بعدين من يستوي واحد يقصه شرائح كلش طيبه. هاي متبله، جبتها متبل اني لكم، عندي اليوم ضيوف عزيمه. شوفوا هاي الجهه الثانيه شلون تحمصت. هسه اشيلها احطها بالصينيه. هذه خليت الفخذ اللي موخر منه العظم. هاي خيوط غذائيه، الدجاج، ربط اللحم. هذه بعدين افتحها ونقصها شرائح مثل الستيك. هسه وانا عالقه الفرن مثل ما قلت لكم 350 3 ساعات الى 3 ساعات ونص حسب فرنكم انتم تشوفونه. الاولى وسويتها، هسه على الجهه الثانيه هسه شويه واشيله. راح اخلي راس ثوم و6 بصلايات صغار. هاي هسه اشيله. حمصت الوجه الجهتين، وهذه هاي الشريحه شوفوها هسه، وخصوصا هاي الشقوق اللي مسويتها دخلت التتبيله ببطنها. هاي مسويه شقوق بها، هسه اقلبها وهم احط عليها. اول مره حطيت ورق الومنيوم، بعدين ورق الزبده. وشلون راح الفه، شوف ورق الزبده هسه شلون خليت عليه البصل. هسه الفه، حلف بعد، شوفوا بعد حتى ما يدخل هواء، حتى على البخار يستوي. هسه اكملها واراويكم اياها. سويته هسه اسوي الثاني، الفه بالورق الزبده وبعدين بالالمنيوم مثل هذا اسوي. هسه راح افره مثل الروله، اسد الروله واجيب بعد الالمنيوم والفه. انا هسه الفه احط عليه وحتى احطه بالصينيه. ملاحظه من نخليه بالفرن نجيب صينيه غيرها نترسها ماي ونخليها حتى البخار يساعد على استواء. هذه خليتهم اثنينهم بصينيه الفرن. هسه اخليها بالرف الوسط، قلت لكم على 350 3 ساعات حسب فرنكم، 3 ساعات الى 3 ساعات ونص. لازم الفخذ الكتف بنحطه بالفرن، ما نحطه على نار عاليه راح ييبس وما يستوي. بس اذا على كيفه على الحراره متوسطه 350 مئويه فيستوي ويصير لذيذ. طلعته هذا اللحم قصقصته شرائح، وهذا الفخذ. وهذه السفرة مالتي تدرون قلت لكم عزيمة، وهذه الأكلات الموجودة على الميز كلها موجودة بصفحتي. الكباب، الكبة، البورك، مرق البامية، تمن باقلة، الدولمة، الطرشي، كلها موجودة بصفحتي. إذا تحبون تدخلون على صفحتي وتستمتعون بالأكلات
وهاي وصفتنا لهذا اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك.